ايه هو اسلوب الاختصاص، بيتكون من ايه الاسلوب الاختصاص ده، ويعني ايه اسلوب اختصاص اصلا، واعرف منين ان الجمله دي اسلوب اختصاص، واعرف منين ده كله، يعني ايه اساسا اسلوب اختصاص. فازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل لكم فيديو جديد، هكلمكم عن اسلوب الاختصاص تاني درس نحو. تمام، فلو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. ويلا بينا عشان نبدا الفيديو. بصوا، في الاول كده اي اسلوب في الدنيا لازم يكون ليه مكونات، سواء كانت اداه، كان فعل، كان اسم. فعامه يعني اسلوب الاختصاص بيتكون من حاجتين بالظبط ولازم يكونوا موجودين. اول حاجه ضمير، وتاني حاجة اسم. طب تعالوا ناخد الضمير نتكلم عنه شوية. الضمير ده لازم يكون نوعين، يا ضمير متكلم يا ضمير مخاطب. لكن لو جالي ضمير غائب ما هختاروش ابدا، يعني ده مش هيكون من ضمن اللي احنا بنتكلم عنه. فالضمير عندنا لازم يكون يا متكلم يا اما مخاطب، لكن لو جالي ضمير غائب ما هيكون مش من ضمن اسلوب الاختصاص. فانا عارفين كلنا ضمير المتكلم اللي هو انا او نحن، تمام، ده لو كان ضمير منفصل. لكن ممكن يجيلي ضمير متصل وما نتخضش عادي جدا، ده برضو من ضمن الضمائر. زي مثلا لو قلت لنا، اننا، علينا، بنا او بي، تمام. كل الضمائر دي ضمائر متكلم، سواء كان منفصله او كانت متصله. فجه ده او جه ده عادي، تمام. يعني اساسا عايزين ضمير يا اما متكلم يا اما مخاطب. فتعالوا بقى نروح لضمائر المخاطب. انت، انت، انتما، انتن، تمام، انتم. كل الضمائر دي لو كانت منفصله. طب لو كانت متصله، بكم، عليكم، عليكن، انك، انكم، تمام. كل الضمائر دي لو كانت متصله بحروف، زي مثلا انكم، ان، وكم اللي هو انتم، تمام. فعامه يعني بيكون متصله بحروف. باختصار انا عايزه الضمير عندي يكون يا مخاطب يا اما متكلم، تمام. سواء كان منفصل متصل مش هتفرق، تمام. بس انا هو غالبا طبعا هيكون جايب متصل، بس عامه انا عايزه يا اما متكلم يا اما مخاطب. اما غائب لا. طيب احنا كنا قايلين ان اسلوب الاختصاص بيتكون من حاجتين بالظبط، يا اما ضمير يا اما اسم. طب هنا خدنا الضمير واتكلمنا عنه شويه، تعالى بقى نتكلم عن الاسم. الاسم ده لازم يكون كده كده موجود. طب الاسم ده فيه شروط، هو اسم يفسر الضمير. الاسم ده بيفسر الضمير، وخدوا بالكم ركزوا في كلمه يفسر جدا، لان ممكن يجي لي في سؤال، هو اساسا جاي في سؤال بيقول مثلا، بيقول يؤكد ولا يفسر ولا يعلل. فهي الاجابه طبعا هتكون يفسر، تمام. يفسر اللي قبله، يعني انا بفسر الضمير نفسه. طب هفهمكم اسلوب الاختصاص قوي. يعني اسلوب الاختصاص ده انا بخصص حاجه، يعني انا بقول مثلا، كنت بقول الجمله عاميه وما كانتش مفهومه، ما كانتش محدده انا بتكلم عن مين بالظبط. لما حطيت لها اسم فانا خصصت الضمير اللي كنت بتكلم عنه في الاول ده. زي مثلا لو قلت انتم متفوقون، تمام. فانتم مين؟ انتم طلاب ولا انتم اطباء ولا انتم مهندسون ولا انتم مين بالظبط؟ تمام، مش محدده. فلازم اكون محدده لان انا مش عارفه انتم مين. فلما اقول انتم طلاب متفوقون فدي كده اسلوب اختصاص، اني خصصت الضمير انتم ده عليكم انتوا، ان انتوا طلاب مش معلمين مش مدرسين، معلمين يا مدرسين، او مثلا مش امهات، فاهمين؟ تمام. فانا خصصت الضمير ده. لازم كده كده في اسلوب الاختصاص يكون عندي ضمير بعده اسم مباشره على طول. الاسم ده بقى بيكون اسم مختص، ما انا بتكلم في اسلوب اختصاص. فكده عندي ضمير واسم مختص وباقي الجمله عادي. طيب الاسم المختص ده ليه اعراب ثابت. اعرابه ايه؟ اعرابه دايما مفعول به منصوب لفعل محذوف وجوبا تقديره اعني او اخص. زي لو قلت الجمله دي، انا المعلم المثالي محبوب من الجميع. طيب انا ضمير، تمام، بعد كده جه المعلم، تمام قوي. يبقى دي كده اسلوب اختصاص، لان اول حاجه يا عيني جت على ضمير في اول جمله، بعديها على طول اسم. الضمير ده بقى اعرابه ايه؟ ضمير اللي هو انا، ده ضمير متكلم مبني في محل رفع مبتدا. المعلم ده اسم مختص، طب اعرابه ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه لفعل محذوف وجوبا تقديره اعني او اخص. طيب سؤال كده، طب انا اعرف منين ان الجمله دي، او اعرف منين الكلمه دي هي دي اللي هي اسم مختص؟ طب ما ممكن تطلع مثالي، ممكن تطلع كلمه تانية. مش عرفني ان الكلمه دي المعلم يعني هي اسم مختص، او ايه شروط الكلمه اللي انا اقول عليها اسم مختص؟ طيب علشان احدد ان الكلمه دي هي اسم مختص عندي 4 علامات او 4. ايه هي؟ اول شرط معانا وهي انك تكون الجمله اعتراضيه. يعني ايه؟ يعني لازم تكون ما بين علامتين اللي انتوا عارفينها، اللي هي الشرطه والشرطه، جمله اعتراضيه. طب بصوا، هو برضو في الصراحه يعني النقطه دي مش دايما بتكون موجوده، لان هي لو كانت موجوده في اي جمله، او اي جمله، يعني اي جمله فيها علامتين دول، فانا كده هعرف على طول ان ده اسم اختصاص، فهتكون سهله بالنسبه لي جدا ان انا اطلعها. وانتوا عارفين اكيد الموجهين مش هيجيبوها اكيد يعني. فما نعتبرش ان ده، يعني ما نعتبرش ان ده نقطه، يعني ما نعتمدش عليه. يعني اقصد كده ما نعتمدش عليه ان هو دايما مش هيكون موجود. وممكن نلاقي جمله عادي ما فيهاش علامتين دول وبرده اسلوب اختصاص، تمام. فعشان كده بقول لكم ما نعتمدش عليها، ونركن بقى ونشوف النقطه الثانيه. بس اي جمله فيها علامتين دول اللي هي الجمله، يعني اي جمله في جمله
اي كلمه قصدي في جمله اعتراضيه، اعرف على طول ان الكلمه دي اسلوب اختصاص. بس مش اي اسلوب اختصاص او اي كلمه في اسلوب اختصاص لازم تكون موجوده ما بين العلامتين دول، يعني العلامتين دول مش دايما موجودين. تمام. شرط معانا وهي انك تسبق بضمير مخاطب او ضمير متكلم. طب احنا عاملين نتكلم ايه بالصبح؟ ما عاملين نقول كده لازم يكون في ضمير في الاول بعد كده اسم، علشان الاسم ده هو اللي يخصص الضمير، يخصص الضمير اللي قبله، بحدده. فلازم يكون في ضمير، بس ضمير مخاطب او ضمير متكلم، ماليش دعوه بالغائب. الغائب يعني عشان لو محدش عارفه اكيد كلكم عارفينه، بس هقول برضه احتياطي، اللي هو هي هم هما هن. تمام. كانوا بيقولوا لنا اغنيه كده يعني. الشرط الثالث بقى ده خطير جدا، مهم جدا جدا جدا، ان يمكن حذفه من الجمله دون ان يختل المعنى. يعني انا ممكن اشيله من الجمله عادي جدا ومعنى ما يتاثرش. فده هو ده الشرط الاساسي اللي انا هعتمد عليه تقريبا يعني. طبعا لازم يكون قبليه ضمير برضو. طيب تعالوا نجرب كده في المثال اللي احنا قلناه من شويه، اللي هو انا المعلم المثالي محبوب من الجميع. تعالوا كده نشوف كلمه معلم. احنا خلاص اتفقنا وقلنا ان المعلم دي هي دي الاسم المختص. تعالوا كده نشيلها. لو انا قلت انا محبوب من الجميع، رابع حاجه ان الاسم المختص ممكن يجي على هيئه صور. ليه 3 صور بالظبط لازم يكون في اسم مختص؟ اول حاجه ان يكون محلي بال. محلي بال يعني اقصد ان هو يكون معرفه، يعني الكلمه نفسها اللي هي اسم مختص لازم تكون معرفه، لازم تكون فيها الف ولام. او تاني حاجه مضاف الى معرفه، يعني يكون بعده هو الف ولام وهو يكون نكره. تالت حاجه او تكون ايها او ايتها، يعني تكون الاسم المختص نفسه هو ايها او ايتها، يعني هي الكلمه دي نفسها. تعالوا ناخد مثال. لو انا قلت نحن طلاب مهذبون، طبعا ده مش اسلوب اختصاص لاني مش من الشروط اللي انا قلت لكم عليها، مش موجود فيه الف ولام ولا حتى مضاف ليه كلمه فيها الف ولام، مش مضاف ليه معرفه ولا حتى جه ايها او ايتها، فمش هينفع كده. لازم نقول نحن الطلاب مهذبون، دي هتبقى جمله صحيحه. وقتها طبعا الطلاب هيكون اسم مختص اعرابه مفعول به. طيب ممكن كمان ناخد مثال. لو انا قلت انكم طلاب علم محترمون، طب هنا ليه اسلوب اختصاص ولا لا؟ طبعا لا، دي مش اسلوب اختصاص لان برده مش من الشروط ان قلنا ان يكون مضاف الى معرفه. انا هنا ما ضفتلوش معرفه. تمام. فلازم اقول لازم اقول انكم طلاب العلم محترمون، يعني لازم اخلي العلم دي فيها الف ولام تكون معرفه. وقتها الطلاب هيكون اسم مختص عادي جدا ويتعرب مفعول به. طيب مثال كمان. لو انا قلت ايها العاملون كافحوا، دي اسلوب اختصاص ولا لا؟ برضو دي مش اسلوب اختصاص. ليه؟ لاني انا قلت ايها لازم تكون موجوده. انا قلت ان ايها تكون اسم مختص، بس لازم ايها يكون قبلها ضمير. هو فين الضمير هنا؟ ده هنا منادى، ده ايها دي هنا منادى مش اسم مختص. هنا كمان في ايجاز بحذف اداه النداء، بس ايها هنا منادى مش اسم مختص. امتى تكون اسم مختص؟ لو انا في الحاله دي تنفع اسلوب اختصاص لو انا قلت انكم ايها العاملون مكافحون، وقتها تنفع لان انا قلت ايها ككلمه نفسها تتعرب اسم مختص وتكون مفعول به، بس شرط لازم يكون قبلها ضمير. وانا هنا كده اللي عملته زياده يعني حطيت لها ضمير. يا جماعه عشان اقول الكلمه دي اسلوب اختصاص لازم تكون هي اسم وقبليها ضمير، لازم يكون قبليها ضمير عشان اخصص الضمير ده. طيب تعالوا شوفوا كده الجملتين دول ويعربوهم. لو انا قلت انتم شبابنا متعاونون، انتم شباب متعاونون، كلمه شباب هنا تتعرب ايه وكلمه شباب هنا تتعرب؟ كلمه شبابنا في الاولى تتعرب مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، ودي هتكون اسم مختص. شباب في الجمله الثانيه تعرب خبر مرفوع علامه رفعه الضمه. طب ليه؟ لان الاولى دي معرفه، مش لازم يحط لي الف ولام، يعني ممكن يحط لي ضمير عادي وقتها تبقى الكلمه نفسها معرفه. فبالظبط كده اللي حصل في الجمله الاولى. الجمله الاولى شبابنا، ضمير النادى ده عرف الكلمه خلاها بقى معرفه، ودي من ضمن شروط اسلوب الاختصاص. اما الثانيه هي نكره، الكلمة عندي نكرة، فمش هينفع تكون اسلوب اختصاص ولا ينفع تكون اسم مختص، فهعربها حسب موقع في الجملة عادي. انتم مبتدأ وشباب خبر. كمان لو انا قلت نحن رجال التعليم الشرفاء، نحن رجال التعليم شرفاء. طيب انا شايفه ان الجمله الاولى زي الثانيه بالظبط ما عدا الكلمه الاخيره اللي هي شرفاء، وهنا قال شرفاء وهنا شرفاء. تعالوا بصوا الاول كده نبص على كلمه رجال. تمام. كلمه رجال هنا نكره وبعديها معرفه. تمام. وهنا برضو كلمه رجال نكره وبعديها معرفه. طيب ايه الفرق بقى؟ الاولى دي تتعرب خبر مرفوع علامه رفعه الضمه، اما الثانيه دي اسلوب اختصاص وتتعرب مفعول به. طيب ليه؟ في الجمله الاولى لو انا شلت كلمه رجال وشلتها من المعنى وعايز اشوف بقى المعنى هينفع ولا لا، لو معنى نفع يبقى كده اسلوب اختصاص، لو معنى ما نفعش يبقى مش اسلوب اختصاص. معنى فعلا مش هنلاقيه نافع، لان كلمه الشرفاء دي نعت لكلمه التعليم، مش هي خبر. يعني هي لو كانت خبر كان تمام ماشي، كان يبقى نحن دي مبتدا وشرفاء دي خبر، فكلمه رجال والتعليم دي ملهاش لازمه بقى. ما هي الرجال دي اسم مختص اللي هي مفعول به، والتعليم دي مضاف اليه لان انا حددت الرجال ايه. تمام. فهتتحذف دي. بصوا انا لما اجي انا يعني خدوها قاعده، لما انا اجي احذف كلمه اسم مختص اللي هو مفعول به، لما اجي احذفه من الجمله بحذف اللي بعديه كمان، يعني بحذف النعت المضاف اليه، اي حاجه بتيجي بعديه بحذفها.
ما عدا الخبر، لان الخبر ده بتاع مبتدا ما يتحذفش، بس الحاجات دي بعتبرها زياده فبحذفها كمان مع المختص. يعني نعت او اسم موصول او جر ومجرور او مضاف اليه، اي حاجه من دول يجي بعد اسم مختص بيتحذف كده كده. تمام. طيب التعليم سواء هنا او هنا دي مضاف اليه، تمام، فهتتحذف برضو لما انا اجي اشوف الجمله دي اسم مختص ولا لا. انا عايزه اعرف ان الجمله الاولى دي اسلوب اختصاص ولا لا. انا اقوم اشيل. طبعا انا حاسه انها اسلوب اختصاص عشان الرجال مثلا تبقى مفعول به. مفعول به خلاص تعالي نشيلها من الجمله. لو معنى تمام خلاص يبقى فعلا دي مفعول به ودي اسم اختصاص وده على بعضه اسلوب مختص. فهمتوني؟ تعالوا بقى نجرب. لو انا قلت نحن الشرفاء تنفع؟ بقى الشرفاء دي اساسا مش خبر، يعني الجمله ما تمتش معنى لان مفيش خبر، لان الشرفاء دي مش خبر. الشرفاء دي نعت لكلمه التعليم، فبالتالي الرجال دي هي الخبر، فهي مش اسلوب اختصاص خالص. تعالوا بقى نشوف الجمله الثانيه. لو انا قلت نحن رجال التعليم شرفاء، ممكن اقول نحن شرفاء على طول، احذف الاسم الاختصاص اللي هو الرجال واحذف كمان معاه مضاف اليه، فهقول نحن شرفاء. الجمله تمت المعنى، حسيت ان في معنى. طالما حسيت ان في معنى ومعنى تمم يعني، فيبقى دي كده اسلوب اختصاص عادي جدا، لان انا من شروط اسلوب الاختصاص ان كلمه اسم مختص دي لو انا حذفتها من جمله المعنى يكون تمام، يعني المعنى ما يتاثرش. وفعلا في الجمله الثانيه المعنى ما يتاثرش لان في خبر عادي. اما الجمله الاولى ما كانش في خبر عندي في الجمله عشان احذف اصلا كلمه الرجال، لان الرجال دي وقتها كانت هي الخبر. كمان اخر مثالين هقولهم. لو انا قلت انت ايها الطالب مكافح، وكمان لو انا قلت ايها الطالب كافح. طب انهي اسلوب اختصاص واني لا؟ طبعا الاولى اسلوب اختصاص والثانيه لا. ليه؟ لان الاولى دي انا جايبه ضمير، انا قايله من شروط اسلوب ده تكوين اسلوب الاختصاص عامه، مش شروط اسم مختص بس، لا ده تكوين اسلوب الاختصاص عامه، ان يكون عندي ضمير بعد كده اسم. الثانيه ما توفرش فيها الكلام ده، يبقى على طول من بعيد، يعني اول شوفها كده على طول مفيش ضمير يبقى على طول مش اسلوب اختصاص. اسلوب اختصاص لازم يكون عندي ضمير بعده اسم. الثانيه ما كانش فيها كده، يبقى دي اساسا باين حتى من النطق بتاعها انها منادى. تمام. انا بقول ايها الطالب كافح بس حذفت اداه النداء، يبقى كنت المفروض اقول يا ايها الطالب. تمام. فهنا في ايجاز بحذف اداه النداء. طيب ايها في الثانيه دي تتعرب ايه؟ تتعرب منادى مبني على الضم في محل نصب. اما هنا تتعرب عادي جدا بس ليها اعراب خاص شويه. ايه هو؟ اي والهاء اسم مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والهاء ده حرف للتنبيه لا محل له من الاعراب. تمام. بس كده. طيب في ملحوظه اخيره عايزه اقولها. اي اسم اي كلمه تيجي بعد كلمه ايها او اياتها لازم كده كده يعرب مرفوع. يعني لازم اي كلمه تيجي بعد كلمه ايها او اياتها، سواء بص هو ليها اعرابين الكلمه اللي هتيجي بعد ايها او اياتها، يا اما تكون نعت يا اما تكون بدل، بس لازم تكون مرفوع، سواء كان اعرابه نعت او كان اعرابه بدل. تمام. بس لازم يكون عندي مرفوع. كان مشتق يتعرب نعت. يعني ايه مشتق؟ مشتق يعني يكون مشتق من حاجه، يعني هو الكلمه مش اصليه، يعني يكون مشتقه من حاجه، زي مثلا اسم فاعل. تمام. اسم مفعول، صيغه مبالغه، كل الافعال دي او كل الحاجات دي كلهم مشتقين من الفعل نفسه. يعني مثلا لو قلت انتم ايها المناضلون مكافحون، ما ينفعش اقول انتم ايها المناضلين. تمام. لان هيجي كتير قوي في الاسئله ويحط لي ايه ونون، ما ينفعش يكون منصوب ابدا، لازم يكون بعد كلمه ايها، سواء بقى كان اعرابها بدل او كان اعرابها نعت، ايا كان اعرابها ايه، لازم تكون كده كده مرفوعه، لان كانت او كده لان لو كانت نعت او كانت بدل هتتعرب كده كده مرفوعه. بقى بالتحديد اعرابها نعت مرفوع علامه رفع الواو، لان دي مشتق اسم فاعل، يعني مناضلون مناضل. بتتعرب بقى نعت او بدل الاتنين مع بعض لو كان الاسم جامد. يعني اسم جامد يعني الاسم مش مشتق من حاجه، يعني هو اصلي. لو انا قلت انتم ايها الاحرار مناضلون، تمام، كلمه الاحرار دي تتعرب عادي نعت او بدل، بس لازم يكون كده كده مرفوع. تمام. ده الاساس مهم، يعني ده المهم ان يكون مرفوع، سواء بقى ندى بدل او نعت. تمام. لان كلمه الاحرار دي اسم جامد مش مشتقه من حاجه، يعني هي ولا صيغه مبالغه ولا اسم مفعول ولا اسم فاعل، مش حاجه يعني. بس كده ده الفيديو النهارده. يا رب الفيديو يكون عجبكم ويا رب الفيديو تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب القناه وفعلوا زر الجرس علشان اي فيديو جديد انزله يوصلكم اشعار على طول. سلام.